السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي على العهد يا أبطال. هنكمل المشوار ونجيب الرياضة في شوية. النهاردة هاخد الدرس الرابع هندسة تطبيقات التشابه في الدائرة. إن شاء الله الفترة اللي جاية هنشد حيلنا، هنقفل هندسة، نقفل الجبر، نقفل حساب مثلثات، وإن شاء الله بإذن الله هوعدكم هنعمل مراجعة تلخيص وحل دمار إن شاء الله قبل الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ في أول نظرية. الدرس بتاع النهاردة بيعتمد على 3 نظريات. هاخد النظرية وعكسها، النظرية الثانية وعكسها، النظرية الثالثة وعكسها. النظرية الأولى اللي بتكلم عليها بتقول إيه؟ أنا عندي دايرة. الدايرة دي في عندي أدي وترين. الوتر الأول سميته ألف ب، والوتر الثاني سميته ج د. الوترين دول تقاطعوا في نقطة داخل دائرة. النظرية بتاعتي بتقول إيه؟ إذا تقاطع وتران في نقطة داخل دائرة، إذا تقاطع وتران في نقطة داخل دائرة فإن حاصل ضرب الجزئين بتوعت الوتر الأول بتساوي حاصل ضرب الجزئين بتوعت الوتر الثاني. بمعنى بما أن ألف ب تقاطع مع ج د في نقطة ه داخل الدائرة، إذا حاصل ضرب الجزئين بتوعت الوتر الأول اللي هو ألف ه في ه ب هتساوي حاصل ضرب الجزئين بتوعت الوتر الثاني اللي هو ج ه في ه د. دي النظرية الأولى. تمام. هاخد عكس النظرية الأولى. بتقول إيه طيب؟ يبقى دي النظرية الأولى. هنا بتكلم على عكس النظرية الأولى. تمام؟ يبقى في النظرية الأولى إذا تقاطع وتران في نقطة داخل دائرة فإن حاصل ضرب الجزئين بتوعت الوتر الأول بتساوي حاصل ضرب الجزئين بتوعت الوتر الثاني. الله ينور. عكس النظرية بتقول إيه؟ لو أنا جبت لك أدي قطعة مستقيمة وأدي قطعة مستقيمة، القطعة المستقيمة دي اسمها س ص، والقطعة المستقيمة دي اسمها عين لام، تقاطعوا في نقطة سميتها نقطة واو. تمام؟ عندي قطعة مستقيمة أولى، قطعة مستقيمة ثانية، تقاطعوا في نقطة، وقلت إن حاصل ضرب الجزئين بتوعت القطعة الأولى يعني س واو في واو صاد هتساوي حاصل ضرب الجزئين بتوعت القطعة الثانية اللي هي عين واو في واو لام. يبقى في الحالة دي أنا حققت النظرية الأولى، وبكده أثبتت إن ال4 نقاط دول تمر بهم دائرة واحدة لو أنا بصيت على الرسمة. لكن لو أنا بصيت على الكلام اللي تحت هحذف الحرف المكرر اللي هو واو، وأقول إن ال4 نقاط اللي ظهروا عندي السين والصاد والعين واللام تمر بهم دائرة واحدة. كده يبقى أنا اتكلمت عن النظرية الأولى وعكس النظرية الأولى. النظرية الثانية بتقول إيه؟ النظرية الثانية بتقول لو أنا عندي دايرة أهي وخدت شعاع أول، الشعاع الأول وادي شعاع ثاني، الشعاع الأول اسمه ألف ب ج والشعاع الثاني اسمه ألف د ه. الشعاع الأول يحمل وتر في الدايرة والشعاع الثاني يحمل وتر في الدايرة. الشعاعين دول تقاطعوا في نقطة خارج الدايرة، بما أن الشعاع الأول اللي اسمه ألف ج تقاطع مع الشعاع الثاني اللي اسمه ألف ه، تقاطعوا في نقطة اسمها نقطة ألف خارج الدائرة. تمام. ايه اللي هيحصل؟ النظريه الثانيه بتقول ايه؟ الجزء اللي هو الف ب في الكل اللي اسمه الف ج، الف ب في الف ج هتساوي الجزء اللي اسمه الف د في الكل اللي اسمه الف ه. تمام. يبقى اذا تقاطع شعاع اول شعاع ثاني تقاطعوا في نقطه خارج الدايره، خلي بالك الشعاع الاول يحمل وتر في الدايره، الشعاع الثاني يحمل وتر في الدايره، ويتقاطع الشعاعين في نقطه خارج الدايره. يبقى انا بقول لك ايه؟ النظريه الثانيه بتقول ان الجزء اللي بره في الكل هتساوي الجزء في الكل. دي النظريه الثانيه. عكس النظريه الثانيه بتقول ايه؟ عكس النظريه الثانيه، عكس النظريه الثانيه بتقول ايه يا مستر؟ لو انا هنا جبت لك ادي قطعه شعاع وهنا شعاع، سميت دي الف وسميت دي س وسميت دي صاد وسميت دي عين وسميت دي لام. تمام. وبصيت لقيت ان الجزء في الكل اللي هو الف س في الالف صاد هتساوي الجزء اللي هو الف عين في الكل اللي هو الف لام. حصل ضرب الجزء في الكل سواء حصل ضرب الجزء ايه في الكل. يبقى في الحاله دي لو انا بصيت على الرسمه هضري او هشيل او هحذف النقطه اللي من ورا دي، واقول لك ان ال4 نقاط دول تمر بهم ايه؟ دائره واحده. او ممكن لو ما بصيتش على الرسمه بصيت على الكلام هشيل الحرف المكرر اللي هو الف واقول ان س وصاد وعين ولام تمر بهم دائرة واحدة. لو أنا عايز أثبت إن النقاط ال4 دي تمر بها دائرة واحدة أدخل على النظرية رقم كام؟ النظرية رقم 3. النظرية رقم 3 بتقول لي إيه؟ ركز معايا. أنا عندي هنا دايرة.
عندي مماس، تمام، وعندي شعاع يحمل وتر في الدايره. المماس اللي قدامي ده اسمه ألف س، ودي اسمها صاد، ودي اسمها عين. وانا اثبتت ان ألف س اللي هو المماس اللي قدامي ده لكل تربيع هتساوي الجزء اللي هو ألف صاد في الكل اللي هو ألف عين. يبقى لو انا عندي مماس للدايره هقول لك بما ان الألف س ده ماله يا عم احمد؟ مماسا للدائره، فإن حاصل ضرب الجزء في الكل، يبقى ما دام عندي مماس يبقى مربع المماس هتساوي الجزء في الكل. تمام. ده بالنسبة للنظرية الثالثة. يبقى لو أنا عندي مماس مربع المماس ده بيساوي الجزء في الكل. طيب عكس النظرية 3 بتقول إيه؟ أنا جبت لك قطعة مستقيمة، القطعة المستقيمة دي سميتها س صاد، تمام؟ وفي عندي هنا نقطة عين وفي عندي نقطة لام. وأنا بقول لك اثبت ان انت عندك دايره تمر بمين؟ تمر بالنقاط الثلاثه دول. انا عايز اثبت ان انا عندي دايره. ما دام هثبت او انا عايز اثبت ان انا عندي دايره، يبقى اثبت ان السين صاد، اثبت ان مربع السين صاد، اسف لو انا عايز اثبت ان السين صاد ده مماس للدايره، لو انا عايز اثبت ان السين صاد مماس للدايره، تمام؟ طيب عشان اثبت ان السين صاد مماس للدايره يبقى لازم اثبت ان مربع السين صاد هتساوي الجزء اللي هو س عين في الكل اللي هو س لام. يبقى عشان اثبت ان الس صاد ده مماس لازم اثبت ان المربع بتاعه بتساوي الجزء في الكل. المربع بتاعه بتساوي ايه؟ المربع بتاعه بتساوي الجزء في الكل. يبقى في الحاله دي مربع القطعه المستقيمه دي اعتبره ايه؟ مماس. كده احنا خدنا الثلاث نظريات اللي موجودين في الدرس بتاع النهارده. سايب لك السبوره، عايز سكرينايه حلوه للسبوره عشان نبدا نحل تمارين مع بعض. كسر الدنيا، يلا بينا. الغاليين بزياده اولى ثانوي حبايبي، هنبدا اول تمرين على درس النهارده. اول تمرين بيقول لي ايه؟ اوجد قيمه س العدديه في كل من الاشكال الاتيه. يعني انا عايزك تجيب قيمه س العدديه. فانا عشان اجيب قيمه س هعمل ايه؟ اول حاجه انا عندي الوتر الاول والوتر الثاني تقاطعوا في نقطه داخل الدايره، يبقى حاصل ضرب الجزئين بتوع الوتر الاول بيساوي حاصل ضرب الجزئين بتوع الوتر الثاني. حاصل ضرب الجزئين، طبعا انا عشان اجاوب اجابه نموذجيه بقول بما ان الوتر الاول اللي اسمه ا ب تقاطع مع الوتر الثاني اللي اسمه ج د تقاطع في نقطه اسمها نقطه ه، تمام؟ حاصل ضرب الجزئين بتوع الوتر الاول اللي هو كام؟ 3 س في 4 س هتساوي حاصل ضرب الجزئين بتوع الوتر الثاني اللي هم 6 في 18. فانا بقول 3 في 4 يا عم احمد ب 12، س في س تديني س تربيع، 6 في 18 ادتني 108. قسمت هنا على 12 وهنا على 12 اصبحت السين تربيع ب9. انا عايز اجيب قيمه س، يعني عايز امشي التربيع. عشان امشي التربيع هاخد الجذر التربيعي يمين والجذر التربيعي شمال. الجذر التربيعي للرمز اللي هو س هيديني موجب او سالب 3، تمام؟ بصيت على السين دي لقيت ان السين دي تمثل طول قطعه مستقيمه. مستحيل السين اللي هي تمثل طول الاجابه بتاعتها تكون موجب وسالب، لازم الاجابه بتاعتها تكون موجب بس. يبقى قيمه س في الحاله دي هتساوي 3، تمام؟ رحت للمساله الثانيه. المساله الثانيه بتقول ايه؟ انا عندي شعاع وشعاع ثاني تقاطعوا في نقطه خارج الدايره، والشعاع الاول لازم يحمل وتر في الدايره والشعاع الثاني لازم يحمل وتر في الدايره. هاكد وهتك على الحته دي. ما دام عندي شعاع اول وشعاع ثاني تقاطعوا في نقطه خارج الدايره لازم الشعاع الاول يحمل وتر في الدايره والشعاع الثاني لازم يحمل وتر في الدايره اهو. طيب ماشي، فانا بقول لك الجزء اللي هو س في الكل اللي هو كام؟ 3 س وس يعني 4 س هتساوي الجزء اللي هو 8 في الكل اللي هو عباره عن كام؟ س زائد 4 زائد 8. موجب 4 وموجب 8 ده حد مطلق وده حد مطلق على بعضيهم هتديني 12. فانا بقول لك السين دي معاملها 1 في 4 ب4 س في س بس تربيع. ال8 دي فتوه تدخل تضرب كل اللي جوه. ال8 ضربت س تبقى 8 س وال8 ضربت 12 تبقى 96. 4 س تربيع دي دخلت الناحيه الثانيه تبقى سالب 8 س، دي دخلت الناحيه الثانيه تبقى سالب 96. واضح ان المعادله دي عايز احطها في ابسط صوره واضحه. عشان احطها في ابسط صوره عايز اخلي السين تربيع معاملها 1 عشان تبقى مقدار ثلاثي بسيط قابل للتحليل. فانا قسمت دي على 4 ادتني س تربيع، قسمت دي على 4 ادتني 2، قسمت دي على 4 ادتني 24 هتساوي 0.
ده مقدار ثلاثي هيتحلل. اول ما احلل المقدار الثلاثي اللي قدامي هنا، الس تربيع هفكها تبقى س في س 24. كام في كام يدينا 24، بس الفرق بينهم 2. كام في كام تدينا 24؟ قال لي 4 في 6 ب 24، والفرق بينهم كام؟ 2. اشاره الحد الاخير سالب، يبقى اخد اشاره الاوسط اديها للكبير والثانيه اخد اشاره مخالفه. دي اساويها بالصفر تديني 6، ودي اساويها بالصفر تديني كام؟ سالب 4. السالب 4 مرفوض. ليه يا مستر؟ عشان السين بتمثل طول، مستحيل الطول تبقى سالب، فلازم الطول بتاعتي تبقى موجب، يبقى الاجابه بتاعتي كام؟ 6. ادخل على المساله دي. خلي بالك انا عندي هنا نص القطر ب6، يبقى نص القطر هنا بكام؟ ب6. حلو خالص. لو انت بصيت قلت لي العلامه دي والعلامه دي معناها ان الزاويتين دول متساويين، يعني الضلعين اللي قصادهم هيكونوا متساويين، يعني المثلث ده مثلث متساوي الساقين. تمام. الضلع ده كام؟ الزاويه دي اللي قصادها الضلع اللي اسمه ا ج، والزاويه دي اللي قصادها الضلع اللي اسمه ايه؟ م ج. تمام. ما دام الزاويتين دول متساويين يبقى الضلعين اللي قصادهم هيكونوا متساويين. الضلع ده 9، يبقى الضلع ده كله 9 سم. تمام. لسه اللي قايل لك ان الشعاع الاول والشعاع الثاني لو اتقطعوا في نقطه خارج الدايره لازم الشعاع الاول يحمل وتر في الدايره والشعاع الثاني يحمل وتر في الدايره. فانا بصيت هنا الشعاع الاول ده يحمل وتر في الدايره. تمام. اما الشعاع الثاني لازم يحمل وتر في الدايره، يبقى لازم اعمل له تكمله، سميت دي مثلا نقطه س. تمام. كده الشعاع الاول يحمل وتر في الدايره والشعاع الثاني يحمل وتر في الدايره. فانا بقول لك الجزء اللي اسمه س في الكل اللي اسمه الكام ده الكل 9، الجزء س في الكل 9 هتساوي الجزء اللي هو 3 في الكل. استنى بقى، ده نص قطر ب6 وده نص قطر ب6، يبقى ده نص قطر بكام؟ ب6، لان انصاف الاقطار في الدايره بتكون متساويه. يبقى انا بقول لك الجزء س في الكل 9 هتساوي الجزء 3 اهو في الكل. الكل اللي هو كام؟ 6 و6 و3 اللي هو كام؟ 15. تمام كده. انا عايز اجيب قيمه س، عايز امشي التسعه، هقسم هنا على التسعه، هقسم هنا على التسعه، التسعه ضاعت مع التسعه تديني س، 3 في 15 ب 45 على التسعه تديني 5، يعني قيمه س ب5. كده انا جبت لك قيمه س، وخدنا اول 3 مسائل على الدرس بتاع النهارده. يلا بينا نكمل باقي المسائل. اثبت ان ا ب قطعه مستقيمه مماسه للدائره الماره بالنقطه ب وج ود. طيب ماشي. اول حاجه انا عايزك تفكر في المساله بهدوء كده. انت عندك الزاويه دي زاويه قائمه، الضلع ده 6، الضلع ده 8، يبقى الضلع ده كله ممكن نجيبه من نظريه فيثاغورس. تمام. اربع ده كله واقول مربع الاول زائد مربع الثاني هيديني 100، يبقى مربع الاولاني زائد مربع الثاني هيديني 100. هاخد الجذر التربيعي اصبح الضلع ده كله ب 10 سم، كله ب 10 سم، عشان ده وتر في المثلث الكبير. ال10 سم اخدت منهم 6 و4 من 10 بالاله الحاسبه، يتبقى معايا 3 و6 من 10. دي شويه معلومات انا عايزها منك. المطلوب عايزك تثبت ان الالف ب قطعه مستقيمه مماسه للدايره. الدايره انهي؟ اللي بتمر في عندي دايره بتمر بمين؟ بالب والجيم والدال، ب وجيم ودال. في دايره بتمر بدول اهم. الدايره دي عايز اثبت ان الالف ب مماس، فانا عشان اثبت ان الالف ب مماس يبقى انا كده شغال على عكس النظريه الثالثه. عشان اثبت ان الالف ب مماس يبقى اجيب مربع الالف ب، الف ب لكل تربيع. ربعت الالف ب ادتني كام؟ 36. دي علاقه رقم 1. مش عايز تثبت ان الالف ب مماس، جبت المربع بتاعه. قلت هنا الجزء اللي هو الف د في الكل اللي هو الف ج، الجزء اللي هو الف د اهو في الكل اللي هو الف ج اللي هو 10 ادتني 36. دي علاقه رقم 2. فانا قلت هنا من 1 و2 ينتج ان ايه بقى؟ اللي على الشمال متساويين، يبقى اللي على اليمين متساويين. اللي على اليمين ايه؟ متساويين. يعني مربع القطعه المستقيمه هتساوي الجزء في الكل، مربع القطعه المستقيمه هتساوي الجزء في الكل. اذا الالف ب اللي انا بتكلم عليه مماسا للدائره الماره بالنقط اللي هي مين يا عم احمد؟ الب والجيم والدال. ركز معايا. يبقى انت كده بتقول لي ايه؟ انا اثبتت ان عشان اثبت ان ده مماس قلت ان المربع بتاع المماس ده سوت الجزء في الكل، يبقى كده اثبتت ان الالف ب مماس للدايره. تمام. ادخل على المساله اللي بعديها، مساله سهله خالص. بيقول لي هنا ايه؟ في الشكل المقابل احسب نق، يعني نق يعني نص قطر الدايره.
انا عندي الف ب الف س اسف الف س ده مماس بكام؟ ب 15 تمام كده، والقطعه دي بكام؟ 9. القطر ده انا ما عنديش تمام، فانا عايز اجيبه وبعد كده اجيب نصه تمام كده. طيب انا عشان اجيب نص القطر هبدا استخدم المتاح قدامي، المتاح قدامي اللي هو المماس، يعني انا هستخدم نظريه رقم 3. نظريه رقم 3 بتقول ايه؟ هقول لك بما ان الالف س مماسا للدائره، الالف س مماسا ايه؟ للدائره، اذا مربع المماس بتساوي الجزء اللي هو 9 في الكل اللي هو س ج تمام كده. الالف س بكام يا عم احمد؟ ب 15. الالف س ده ب 15، اربع ال 15 هتديني 225، اربع ال 15 تديني 225. خلاص مش انت ربعتها؟ ادينا حطيت لك قيمتها. فانا هنا بقول لك ايه؟ انا عايز اجيب السين جيم، هقسم هنا على 9 وهنا هقسم على 9. التسعه مشت التسعه، السين جيم بتساوي هقسمهم هيديني 25 سم. السين جيم ده كله 25، اخدت منه 9 يتبقى معايا 16. مين ال 16 دي؟ طول القطر، يعني كده اذا طول القطر طلع بكام يا عم احمد؟ ب 16. اذا نص القطر نص بكام يا عم احمد؟ نص ب 8 عشان انا قسمت القطر نصين. يلا بينا نكمل باقي المسائل. هدخل على مساله اثبت لذيذه. على فكره في نصيحه عايز اقولها لك. مساله بتاعت اثبت دي عايزك ما تركزش مع المطلوب وتسيب المساله. نصيحتي ليك اخ كبير، يا ريت ما تركزش مع المطلوب وتسيب المساله، مش هتوصل لحاجه. امال اعمل ايه يا مستر؟ انا عشان احل مساله اثبت انا بركز مع المساله وابدا استغل المعطيات، هتلاقي المطلوب ظاهر معاك لوحده. يبقى انا بركز مع المساله وبستغل كل المعطيات اللي في المساله، واول ما استغل المعطيات هتلاقي المطلوب ظهر لك لوحده. بمعنى انا بقول لك هنا في الشكل المقابل س ص ده مماس للدايره الصغرى ومماس للدايره الكبرى، مماس للدايره الصغرى ومماس للدايره ايه؟ الكبرى. تمام. فانا هبدا استغل السين ص كمماس للدايره الكبرى وكمماس للدايره ايه؟ الصغرى، هيظهر معايا المطلوب. الحل بص يا سيدي، انا بقول لك ايه هنا؟ بما ان س ص مماسا للدائره الكبرى، مماسا للدائره الكبرى يعني س ص لكل تربيع، س ص لكل تربيع بتساوي الجزء اللي هو س ج اهو في الكل اللي هو س د. دي علاقه رقم 1 تمام. الدائره الكبرى مساحتها، عشان مساحه الدائره الكبرى انا بمسح جزء من الرسمه كده عشان انا ما اتلخبطش. بص يا سيدي، وهرجعها تاني على فكره، انا بمسح لك الدائره الكبرى، انا استغلتها خلصتها، مسحتها عشان المساله ما تبقاش زحمه معايا. تمام. بعد ما خدت الدائره الكبرى ادخل على الدائره ايه؟ الصغرى، وبعد ما اخلصها ارجع لك المساله زي ما هي، ما تقلقش. بما ان السين ص مماسا للدائره الصغرى، تمام. يعني ايه مماسا للدائره الصغرى؟ يعني س ص لكل تربيع بتساوي السين الف الجزء اللي بره في الكل اللي هو س ب، في الكل اللي هو مين؟ الس ب. دي علاقه رقم كام؟ 2. تمام كده. كده انا خلاص رجعت المساله بتاعتي زي ما هي اهي، رجعت المساله بتاعتي زي ما هي اهي، اللي هي مين؟ هنا عندك الجيم وهنا عندك يا عم احمد عندك الدال. رجعت لك المساله زي ما هي. من 1 و2 ينتج ان. بص يا سيدي، من 1 و2 ينتج ان. ينتج ان ايه؟ طيب بص يا سيدي، انا عندي 1 و2 س ص لكل تربيع، س ص لكل تربيع، يعني انت بتقول لي اللي على اليمين متساويين، يبقى اللي على الشمال دول هيكونوا متساويين. مين اللي على الشمال يا عم احمد؟ اللي على الشمال اللي هو س ج في س ده اهو بتساوي اللي على الشمال اللي هو س الف في الس ده. هرجع بيك الثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي خدنا حاجه اسمها النسبه والتناسب. في خاصيه في النسبه والتناسب اسمها خاصيه رايح جاي، خاصيه رايح جاي. انت عايز مين؟ عايز اوصل ان س ج على س ب، س ج على س ب اهو، س ج على س ب. ارجع فاضي؟ لا طبعا ما ارجعش فاضي، رجعت مليان اللي هو س الف على س د، س الف على س د، وهو المطلوب اثباته. يبقى ارجع لبدايه الكلام ان انا عشان اثبت رسمه، اثبت مساله، لازم المساله اللي قدامي دي استغل، ما ابصش على المطلوب، استغل المعطيات، كل المعطيات في المساله استغلها، هتلاقي المطلوب ظهر لك لوحده. ادخل على المساله الثانيه نفس الفكره برضو، في عندي دائرتان متقاطعتان، خلي بالك الشعاع اللي في النص اللي هو م س ده شعاع مشترك يحمل وتر مشترك، موجود في الدائره الاولى وموجود في الدائره الثانيه.
بيقول لي اثبت ان النقطة ألف والنقطة ب والنقطة ج والنقطة د الاربع نقاط دول تمر بهم دائرة واحدة. ما تقلقش خالص، اركز مع المعطيات اللي في المسألة هيظهر عندك المطلوب لوحده. برافو. انا بقول لك هنا مسكت الدايرة اليمنى، قلت بما ان في الدايرة اليمنى ده شعاع يحمل وتر اسمه ألف ب وده شعاع يحمل وتر اسمه س ص، فانا بقى هستخدم مين؟ الشعاع الاول والشعاع الثاني تقاطعوا في نقطة، انا هنسى الدايرة دي خالص. الشعاع الاول والشعاع الثاني قطعوا نقطة خارج الدايرة، يبقى بقول لك الجزء اللي هو م ب في الكل اللي هو م أ. تمام؟ يبقى بقول لك هنا بما ان الشعاع اللي اسمه م أ تقاطع مع الشعاع اللي اسمه م س اهو. اول ما اجي اكتبها عشان تبقى الاجابه بتاعتي كامله، بما ان الميم أ كشعاع تقاطع مع الميم س كشعاع تقاطع في نقطه م خارج الدائره. خارج مين؟ الدائره. يبقى الجزء اللي هو م ب في الميم أ هتساوي الجزء اللي هو م ص في الميم س. م ص في الميم س، دي علاقه رقم كام؟ 1. تمام. امسك الشعاع الثاني اللي هو م د والشعاع اللي اسمه م س تقاطعوا في نقطه م خارج الدائره. قلت بما ان الميم س كشعاع تقاطع مع الميم د تقاطع مع الميم د كشعاع تقاطع في نقطه م خارج الدائره. تقاطع، يبقى ادي الميم س وادي الميم د تقاطع في نقطه م خارج الدائره، يبقى الجزء اللي اسمه م ج في الكل اللي هو م د م ج في الميم د هتساوي م ج في الميم د هتساوي الميم صاد في الميم س. الميم صاد في الميم س، دي علاقة رقم كام؟ 2. ركز معايا. طيب بقول لك من العلاقة رقم 1 والعلاقة رقم 2 ينتج أن إيه؟ طيب ركز معايا كده يا بطل. أنا هنا عندي إيه؟ ميم صاد وميم س، ميم صاد وميم س الجزئين اللي على الشمال متساويين، إذا الجزئين اللي على اليمين هيكونوا متساويين. الجزئين اللي على اليمين اللي هم مين يا عم أحمد؟ اللي هو ميم ب في ميم أ هتساوي م ج في م د. تمام؟ ده اللي انا وصلت له. انت عايز ايه؟ بيقول لي هنا بصيت على م ب في م أ هتساوي م ج في م د، شلت الحرف المكرر من غير ما ابص على الرسمه، شلت الحرف المكرر زي ما انا قلت لك في الشرح. ظهر عندي اذا بعد ما شلت الحرف المكرر اذا النقطه ب والنقطه أ والنقطه ج والنقطه د تمر بهم دائره واحده. دول مسألتين على اثبت، يا رب يكونوا اتفهموا. يلا بينا نكمل مع بعض. عندي مسألة اثبت الشكل اللي قدامي هنا، النون س ده مماس مشترك للدايرتين. تمام؟ بيقول لي اثبت ان نون ب على نون ج بتساوي نون د على نون أ. قلت لك مرة 2 3 اول ما تحل المسألة اثبت، ما تبصش وما تركزش مع المطلوب، انت هتبدأ تستغل كل المعطيات اللي في المسألة هيطلع لك المطلوب اللي انت عايزه. بمعنى انا بقول لك نون س مماس مشترك للدايرتين، يعني نون س مماس للدايره اليمنى ومماس للدايره اليسرى. انا قلت هنا بما ان نون س مماس للدايره اليمنى، بما ان نون س مماسا للدائره اليمنى، مماسا للدائره اليمنى، اذا نون س لكل تربيع بتساوي الجزء اللي هو نون ج في الكل اللي هو نون د. دي علاقة رقم كام؟ 1. تمام؟ بما أن نون س مماسا للدائرة اليسرى، نون س مماسا للدائرة اليسرى، إذا النون س لكل تربيع بتساوي الجزء اللي هو نون ب في الكل اللي هو نون أ. تمام؟ دي علاقة رقم 2. قلت لك هنا من العلاقة رقم 1 و2 ينتج أن، من 1 و2 ينتج أن إيه؟ طيب ينتج أن اللي على اليمين دول يا عم أحمد، اللي على اليمين دول بيكونوا متساويين. ما دام اللي على اليمين متساويين يبقى إذا اللي على الشمال بيكونوا متساويين. مين اللي على الشمال يا عم أحمد؟ اللي هم، أو بقول لك إذا النون ج في النون د هتساوي النون ب في النون أ. ركز معايا، يبقى اللي على اليمين متساويين في 1 و2، يبقى إذا اللي على الشمال متساويين. خاصية بتاعت ثالثة إعدادي اللي أنا مش هستغنى عنها، اللي هي بقول إني رايح، تمام؟ رايح جاي، رايح مليان مش راجع فاضي، راجع مليان برضه. أنت عايز إيه في المطلوب بتاعك؟ عايز نون ب على نون ج، فأنا بقول لك هنا أهو نون ب على نون ج، نون ب على نون ج، هرجع مليان برضه، يبقى نون د على نون أ، وهو المطلوب إثباته. دخلت على المسألة اللي بعديها، بيقول لي هنا إيه؟
بيقول لي أ ب مماثل الدايرة الصغرى، أ ج مماثل الدايرة الكبرى، القطعة دي ب4 سم، القطعة دي ب5 سم، القطعة دي ب7 سم. دي المعطيات اللي موجودة في المسألة بتاعتي. بيقول لي اثبت أن ب دي منتصف المسافة بين الألف والجيم. اثبت إن ب دي تقع في المنتصف بين الألف والجيم. أنا هتحرك إزاي؟ على فكرة لازم أنت ورايح تحل تبقى شطارتك ان انت تبقى عارف تحدد الطريق اللي هتمشي فيه، هتمشي فين وهتعمل ايه عشان توصل للحل بتاعك. لازم تحدد الهدف اللي انت هتمشي فيه، يعني انت رايح فين عشان تعرف تحل. فانا بصيت على المساله دي عايز اثبت ان ب في المنتصف، هتصرف ازاي؟ انا مش هحل عشوائي، مش هقرا المساله واحل على طول، لا طبعا. قريت المساله، استوعبت المساله، فكرت كويس خالص. على فكره الانسان الضعيف هو اللي يقول مش عارف احل، الانسان القوي اللي بيحاول وبيعافر مره واثنين وثلاثه ويبقى عنده يقين انه هيحل المساله، هيحل المساله. تمام. فانا عايز اثبت ان ب دي تقع في المنتصف بين الالف والجيم. عشان اثبت ان ب تقع في المنتصف اعمل ايه؟ هجيب الالف ب بكام؟ هجيب الالف ج بكام؟ والاقي ان الالف ب نص الالف ج، يعني ب دي تقع فين؟ في المنتصف. تمام. انا هنا اعتبرت قلت بما ان الالف ب مماسا للدايره مين؟ بما ان اهو الالف ب مماسا للدائره مين؟ يبقى الف ب لكل تربيع، الف ب لكل تربيع بتساوي الجزء اللي هو 4 في الكل اللي هو كام يا عم احمد؟ 9. 4 في 9 ب36. خدت الجذر التربيعي يمين، الجذر التربيعي شمال، الجذر التربيعي لغى التربيع، اصبح الالف ب ب6 سم. الالف ب بكام؟ ب6 سم. تمام. خلاص انا خلصت بقى الدايره الصغيره دي، خلصت الدايره الصغيره دي، ادخل على الدايره مين؟ الدايره الكبيره. قلت بما ان الالف ج مماسا للدائره الكبرى، مماسا للدائره، ما اقولش الدائره الكبرى، اقول مماسا للدائره نون، واضحه انا مسميها. اذا ما دام مماس يبقى مربع المماس اللي هو الف ج بتساوي الجزء اللي هو كام؟ الجزء اللي هو من بره اللي هو عباره عن 9 في الكل اللي هو عباره عن 9 زائد 7 اللي هو كام؟ 16. يبقى الجزء اللي هو 9 في الكل اللي هو 16. 16 في 9 ب 144. خدت الجذر التربيعي يمين، الجذر التربيعي شمال عشان الغي التربيع واشوف لك الالف ج بكام. الف ج بتساوي جذر ال 144 تديني كام؟ 12. الالف ج دي ب 12، هنا 6 تبقى دي 6. يبقى معنى كده بما ان الالف ب بتساوي الب ج، الالف ب بتساوي الب ج، اذا الب تقع في المنتصف، تقع في المنتصف بين الالف والجيم. دي 6 ودي 12، يبقى دي 6 ودي 6، يعني الب تقع فين؟ في المنتصف. سايب لك الشاشه تاخد احلى سكرينه، الاحلى شاشه، الاحلى دفعه، الاحلى اولى ثانوي، الاحلى دفعه 2023. حبايبي ان شاء الله باذن الله هنشد حيلنا الفتره اللي جايه، عشان زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو هنلم الرياضه وننزل تلخيص لحبايبي الحلوين ان شاء الله. اشوفكم على خير، هنكسر الدنيا وعلى العهد يا ابطال، هنكمل المشوار ونجيب الرياضه في شوال. مع السلامه.